ايوه زغاريط وضحك وزغاريط. يما، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. انا مش هضحك عليكم واقول لكم بقى ان انا محضره يا جماعه للحلقه دي عشان اطلع احكي لكم حكايه انا محضراها وكده. الموضوع كله ان انا عشان اشجع نفسي وارجع تاني اعمل فيديوز وكده، قلت ان انا عايزه الاوضه اللي انا بصور فيها اغير الديكور بتاعها، فجبت شويه تابلوهات وحاجات من الحاجات اللي انا بحبها. يعني انا يعني عملت كده، نزلت الصور اخترتها اللي انا بحبها وبعتها لبيور وعملوها لي تابلوهات حلوه كده زي ما انتم شايفين، علشان تبقى الخلفيه اللي انا بصور فيها. وقلت المكان اللي انا اصور فيه علشان افتح نفسي فيه احط كل حاجه انا بحبها، فانا حاطه المكنه بتاعتي والمانيكان بتاعي، فكانكم بقى يا جماعه قاعدين معايا في اوضتي. الحكايه اللي انا عايزه احكيها لكم حكايه صغننه قد كده، بس الهدف اصلا من الفيديو ده ان انا اوريكم الديكور وتقولوا لي رايكم فيه والحاجات دي. بصوا، كنت من فتره كده قريت جريمه قتل هي بتثير تساؤل. هل ممكن الجن والعفاريت وحد ممسوس ممكن يوصل لدرجة ان هو يقتل وهو مش حاسس وهو مش دريان؟ هل الحل بيكون ان حد بيفهم في الاعمال والارواح والحاجات دي هو اللي ممكن ينقذه ويساعده، ولا نتعامل ازاي في الموضوع ده؟ الحكاية اللي انا هحكيها لكم حكاية بنتين اسمهم هدى وعبير. هدى وعبير بنتين، واحدة 22 سنة وواحدة 18 سنة، وليهم اخوات اكبر منهم عايشين مع مامتهم وباباهم. اخواتهم بس متجوزين ومش عايشين، يعني اللي عايشين في البيت هم هدى وعبير ومامتهم وباباهم. كانوا بنتين في منتهى الادب وحلوين ومثقفين ومتعلمين وكل حاجه، ناس زي الفل، محدش عمره علق عليهم ولا يعني في اي حاجه وحشه بتتقال عليهم او معروفه عنهم. كانوا في العماره اللي هم ساكنين فيها سكنت واحده معاهم اسمها فايزه. فايزه دي كانت يعني منفصله عن زوجها، وكانت فايزة دي صاحبة عبير، وبتقول ان هي يعني بترتاح لها جدا وما بترتاحش غير معاها، لان فايزة دي كانت بتقول او معروف عنها وسط جيرانها ان هي ملبوسة وممسوسة وان هي مش مظبوطة وانها مخاوية والحاجات دي كلها، وبتقول ان هي ما كانتش بترتاح ولا بتهدى غير لما عبير تقعد جنبها وتتكلم معاها وتفضل ايه، تقرا لها قرآن كده وتهديها والحاجات دي كلها. لحد هنا تمام تمام. جت بقى في فترة من الفترات، زي أي صحاب في الدنيا بيقعوا في بعض لما بيكون في حد هوبا شوية، المهم يعني إيه، وقعوا في بعض شوية وكان حصلت خلافات بينهم وإيه واتخانقوا جامد. وفي الخناقة فايزة دي قالت لعبير، قالت لها طب والله العظيم أنا لا هوريكي أيام سودة، وأنا مش هخليكي تشوفي يوم راحة ولا تشوفي يوم عدل، والكلام ده كله الكلام اللي بيتقال في الخناقات كده. المهم يا جماعة، بعدها بفترة الناس اتفاجئوا على آه، كانت عبير طلعت البلكونة وهي طالعة بشعرها وعمالة كده منكوش وعمالة تصرخ وعمالة تقطع في الحبال بتاعت الغسيل، تقطع فيها بايديها. عارفين حبال الغسيل اللي هي الجامدة دي؟ ماسكاها وبتقطع فيها كده وبتصرخ وبتقول يا جماعة. ايه ده؟ التابلو ده معوج. بعد ما اقفل الفيديو ده هعدله. هو الجوكر كده. المهم طالعه بايديها الاتنين تقطع في الحبال بقوه غريبه وعماله تقول يا جماعه اللي بيحب امي يصلي لها ركعتين لانها هتموت دلوقتي، اللي بيحب امي يصلي لها ركعتين لان امي هتموت النهارده، امي هتموت النهارده. وبعد كده ايه، بقوا طبعا مستغربين، يخبطوا على الباب محدش بيفتح، صوت سويت 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 وضرب وضحك بصوت عالي وحاجات غريبة. وشوية وطلعوا بقى ايه، يعني طلعوا بقى الجيران اللي لقوا ابوهم كان قاعد على السلم، قاعد بهدومه الداخلية، قاعد حاطط ايده كده، هو مسخسخ خالص كده وبهدومه الداخلية. قال له في ايه يا حاج مالك، في ايه؟ قال لهم انا مش عارف، انا في حاجة غريبة. هدى وعبير يعني زي ما يكونوا اتجننوا، قاعدين يضربوا في امهم جامد، ولما طلعت احوش عنها واحجز ضربوني لدرجة ان انا ما كنتش قادر عليهم، فيهم قوة ما كنتش قادر عليهم. فيقولوا له طب ازاي كده، يحاولوا يخبطوا يخبطوا ما يفتحوش ابدا ولا اي حاجه، سامعين بس صوت امهم وهي عماله تصوت وهم صوتهم عالي وصوت ضحك بقى وصوت ده اللي هم سامعينه، يخبطوا ما فيش حد بيفتح.
فواحد من الجيران خبط، قال لها يا عبير يا هدى افتحوا الباب، طب عيب، طب احدفوا لابوكوا هدوم بدل ما هو قاعد عريان كده على السلم. فتحت له عبير وقالت له، وهو طبعا ايه، هو بيفتح الباب كده وبيحاول ان هو ينتهز الفرصه عشان يدخل البيت ويحوش بقى يطلع امهم ولا يشوف الدنيا دي فيها ايه. بيزق الباب كده، هو طبعا الباب ما بيتزقش، فيه قوه جامده جدا على الباب. الراجل جارهم الشاب ده ما قدرش ان هو يقاوم. وعبير دي بتبص له في عينيه وبتقول له اطلع وربنا هيكرمك بيوسف وياسين. والراجل ده ما كانش لسه بيخلف. فهو قفل والباب اتقفل بسرعه. وبعدين قال لهم انا شفت الحاجه واقعه على الارض وجسمها كله جايب دم وعماله ترفع في ايديها كده بصعوبه وما لحقتش. المهم ايه، فحد من الجيران اما بلغ البوليس. طبعا الشرطه ايه كانت عمال ما تتحرك ومش عارف ايه كده. قالوا الجيران، قالوا لابوهم، قالوا له ايه ده، احنا النجده جايه دلوقتي وهي هتتصرف. قال لهم لا، نجده ايه، دول بنتين وعلى وش جواز، ده يمكن يكونوا شويه مش مظبوطين، نفسيتهم فيها حاجه يا جماعه، والنبي دي سمعه بنات. طبعا انتوا عارفين احنا في مجتمعاتنا دي يعني بيخافوا جدا على سمعه البنت، وبيخافوا جدا حاجه زي كده تاثر عليها وتوقف حالها، والكلام اللي انتوا كلكم عارفينه. ولا التابلو بتاع جيم اوف ثرونز كمان اتحرك. المهم فضلوا على الوضع ده لحد بصوا بعد الفجر، لحد بعد الفجر كده، مش عارف ولا حد قادر عليهم ولا حد عارف يفتح لهم ولا اي حاجه. المهم اما ابوهم قام بقى خلاص اتصل بقى بعيلته واخواته ورجاله عيلتهم واخواتهم الكبار، اخوات هدى وعبير دول الكبار. بالمناسبه كان جوه البيت بنت اختهم اسمها ايمان، بنت اخت هدى وعبير، يعني دول خالاتها، كانت جوه الشقة وهي بيحصل كل ده. لكن البنت كانت قافلة عليها وكانت خايفة وما كانتش بتطلع ولا أي حاجة خالص، كانت متسمرة ما بتطلعش من أوضتها خالص. المهم جم بقى اخواتهم الكبار ورجاله عيلتهم ومش عارفه ايه، وفضلوا بقى ايه كلهم في ايد بعض لحد اما كسروا الباب ودخلوا طبعا لقوا امهم دي بصوا مقتوله في سيخه على الارض، اللي هو ايه يا دوبك بتطلع النفس كده وجسمها كله دم من كل حته. وهدى وعبير دول كانوا ماسكين بقى ايه ضاربينها بالعصيان وضاربينها بايديهم وكل حاجه. المهم ايه، جت اختهم الكبيره اخدت مامتها على حشوا بقى كده بينهم وبين بعض. البنتين هدى وعبير دول كانوا قاعدين كده، قعدوهم كده على كرسيين بعاد، وايه والست المفرهده دي خدتهم اختهم الكبيره، خدتها على الحمام وغسلت لها كده وشها وشطفتها وراحت ايه سابتها في الحمام وقالت ايه هروح اجيب لها هدوم عشان تغير لها هدومها، الست غرقانه في دمها. مجرد ما اختهم طلعت من الاوضه علشان تروح تجيب لها غيار والست جوه، هدى وعبير الاتنين جريوا زقوا الرجاله اللي حواليهم دول كلهم ودخلوا على امهم وقفلوا الباب. وصوت بقى ضحك بقى، صوت ضحك بقى من جوه الحمام، صوت عالي صوت عالي صوت عالي وزغاريط وضحك وزغاريط. يما عادي عادي، احنا مش هنتهز في الموضوع ده، التابلو هيتعلق تاني ان شاء الله. المهم يا جماعه، قالوا انا اللي طالعه اقول لكم مفيش حاجه اسمها عفاريت، انها امراض نفسيه. المهم دي حاجات بتحصل عادي. بصوا يا جماعه، مجرد بقى ايه ما دخلوا على امهم وقفلوا الباب ودخلوا عليها الحمام بصوت عالي وزغاريت وضحك وزغاريت وضحك وزغاريت، ضرب في امهم، والست يا عيني قطعت النفس خالص. ما فتحوش عليها، ما عرفوش يفتحوا باب الحمام الا لما خلاص عبير طلعت وقالت لهم خلاص امكم ماتت، وهي ايه بتضحك وفرحانه. طبعا دخلوا لقوا فعلا الست خلاص طلعت في الروح بقى خلاص. في الاثناء دي بقى كانوا الجيران بقى اتصلوا تاني بالنجده والكلام ده، وجات الشرطه في نفس بقى ايه الاجواء اللي احنا بنتكلم فيها دي، ان الست خلاص فعلا خلصت خالص. والبنتين هدى وعبير بقوا على جنب، الاتنين قاعدين على الكرسي عادي جدا، مفيش اي حاجه، ساكتين بيتحركوا عادي جدا مع الشرطه، اتنقلوا معاهم. المهم ان هم لما راحوا الشرطه وبيسالوهم، الغريبة ان هدى وعبير الاتنين ما كانوش فاكرين اي حاجة خالص. ولما كان بيتقال لهم ان انتوا ليه عملتوا كده في مامتكم، ليه عملتوا كده، ما كانوش بيردوا يقولوا احنا امنا، احنا هنعمل حاجة في امنا، احنا هنأذي امنا، احنا
دي ماما، يعني هي ماما جرى لها حاجه، وعياط ان امهم دي ممكن تكون ماتت، ومش فاكرين اي حاجه، مصرين على ان هم مش فاكرين اي حاجه خالص عن اللي حصل. طبعا بقى ما بين دول بيستهبلوا ولا دول مجانين بجد ولا ايه، فعلا تم نقلهم لمستشفى العباسية، مستشفى الأمراض النفسية، عشان يتم الكشف عليهم ويشوفوا إذا كان فعلا دول مرضى نفسيين ولا فاكرين ولا بيستعبطوا ولا واعيين للي عملوه ولا لأ. الدكاترة بقى هي اللي تقول حاجة زي كده. في حين لما تم يعني هم راحوا على المستشفى الأمراض العقلية علشان يتم الكشف عليهم، كان في بقى تحقيقات شغاله، بقى التحقيقات شغاله مع الاب وشغاله مع ايمان بنت اختهم اللي هي كانت قاعده معاهم في الشقه. قالوا لها كان ايه اللي حاصل، كان هل هم كانوا بيتخانقوا مثلا؟ قالت لهم انا كنت قاعده مع تيتا عادي جدا، وهم خالاتي الاتنين كانوا قاعدين وكنا بنضحك ومفيش اي حاجه، حتى ما حصلش خناقه، ما حصلش زعل بينهم، ما حصلش اي حاجه. لكن فجاه مره واحده لقيتهم بيضربوا فيها، قاعدين بيضربوا فيها. الاول كنت فاكراهم بيهزروا، وبعد كده الضرب ده ما وقفش، وبعد كده انا لقيت نفسي خايفه جدا، بترعش، وقعدت في الاوضه وقفلت عليا، وفي حاجه كانت مخلياني ان انا من كتر خوفي انا مش قادره اطلع، مش قادره ابص، مش قادره اعمل اي حاجه. فسالوا ابوهم هل كان في خناقات بينهم، هل في اي حاجه؟ قال لهم لا، هو كل الموضوع ان بناتي الفتره الاخيره يعني كانت بتحصل لهم حاجات كده غريبة، كانوا بيجي لهم زي كوابيس، بيقولوا ان هم بيشوفوا حاجات، بيقولوا ان هم بيسمعوا حاجات. يعني احنا قلنا ان هي فايزة جارتهم دي عملت لهم عمل او عملت لهم حاجة، والراجل فضل مصمم ان فايزة دي هي السبب، فايزة دي هي اللي عندها السر كله، فايزة دي هي اللي عملت لهم عمل، هي اللي اذتهم، هي الكلام ده كله. جابوا فايزة دي وحققوا معاها، طبعا ما فيش اي حاجة ضدها، ما هي ملهاش اي علاقة بالجريمة اللي حصلت. هما بيقولوا لها ان الاب بيقول ان انتوا كان في بينكم مشاكل. قالت احنا كنا متخانقين بس انا ماليش دعوه باللي حصل، اعمال ايه ومش اعمال ايه، مفيش حاجه من دي حقيقيه وماليش دعوه بالموضوع ده. وفعلا الست طلعت مفيش اي حاجه تدينها وما دخلتش في القضيه اصلا. طب ايه اللي حصل في القضيه؟ هل هدى وعبير دول تم ادانتهم؟ هل تم الحكم عليهم بالاعدام؟ دول قتلوا امهم بطريقه وحشيه، هل ده حصل؟ لا، هو الحقيقه ده ما حصلش. هما لحد النهارده هما محجوزين في مستشفى الامراض العقليه، لان الدكاتره والكشف اللي تم الكشف عليهم بيه قالوا ان هما ما كانوش واعيين فعلا، وان هما ما كانوا يعني هما ما كانوش واعيين خالص بالجريمه. عقلهم ما كانش فيهم، انت يعني هما مش بيستهبلوا، هما فعلا ما كانوش عارفين اي حاجه، وفي زي مرض عقلي او حاله نفسيه او الكلام ده. الفيديو بقى ده عشان اسألكوا، هل انتوا مقتنعين فعلا ان الجن والاشباح والاعمال والارواح ممكن توصل ان حد فعلا يقتل او يعمل حاجة وهو مش فاكر عنها اي حاجة، ولا ايه بالظبط؟ يعني احب اقول لكم ان علميا مفيش اي حاجة خالص، طبعا زي ما انتوا عارفين مفيش اي حاجة تعترف بوجود الجن والعالم الاخر والحاجات دي كلها. لكن العلم بيقول ان في امراض نفسية وامراض عقلية بتخلي ان الواحد ممكن ما يبقاش دريان باي حاجه خالص. هتقولوا لي طب يعني طب واحده فيهم طب تبقى اتجننت؟ الاتنين؟ هقول لكم ايوه، لان في امراض نفسيه نادره جدا، تمام. وفي من الامراض النفسيه دي حاجه اسمها الوهم المشترك. الوهم المشترك ان حد مثلا اتنين يكونوا قريبين قوي من بعض، اختين او حاجه، بيكون مثلا واحده عندها وهم بحاجه معينه، ومن كتر ما التانية دي قريبة منها بتتوهم انها شايفة ومصدقة، يعني بتبقى مصدقة جدا اختها دي لدرجة انها بيتهيأ لها ان هي كمان شايفة اللي هي شايفاه. في يعني في واقعة معروفة جدا عالميا اسمهم اريكسون سيسترز، ممكن تعملوا عليهم سيرش على اليوتيوب وكده، لان الفيديوهات بتاعتهم مرعبة. هما بنتين بيجروا، هما بيتصوروا بيجروا على شريط القطر، وبيقولوا ان في ناس بيجروا وراهم وفي ناس بيطاردوهم وحاجات كده. والبنتين دول تم حجزهم فعلا في مستشفى الامراض العقليه، لان هما في حاجه اسمها الوهم المشترك. لما بيكون حد فيهم موهوم بحاجه، صاحب الفكره الاصليه ده يعني علاجه بيبقى يعني صعب جدا وشبه مستحيل. لكن الاخت او الشريك التاني اللي بيبقى موهوم معاه ده علاجه بيبقى اسهل شويه، مجرد ما بيفصلوهم عن بعض يعني
اللي هو ايه، مش صاحب الوهم الاصلي، التاني بيبقى علاجه اسهل، ويعني بيبقى فيه تحسن وبيتغير يعني. فممكن يكون ده حاجة من اللي حصلت للأختين دول، هدى وعبير. واحدة منهم مثلا لما اتخانقت مع صاحبتها اللي هي مقتنعة ان هي كانت ملبوسة او كانت مخاوية او كده، خافت لدرجة ان هي بقى يتهيأ لها حاجات، فالفكرة اتملكتها جدا لدرجة ان اختها كمان بقت معاها في الاحساس ده. ف يعني ايه، جالهم زي اضطراب او حاجة عقلية هي اللي حطتهم في الحالة دي يمكن. فيعني اقصد ايه، ان اي حاجه تحصل زي كده ما نجنبش بقى العلاج الطبي والنفسي خالص، ونتكل بس ونجري على ان الموضوع ده مس وجن، ونروح عند حد بتاع اعمال او حد كده. لان مش هو القرآن هيساعد، القرآن بركة وخير وكل حاجة، وكلام رجال الدين والحاجات دي كلها بركة وبيساعد حتى يريح النفسية جدا، وبيخلي يعني كل حاجة تبقى أحسن. أنا معاكم في الكلام ده، لكن يعني ده يبقى بالتوازي مع العلاج الطبي والعلاج النفسي. ما ينفعش ان انا اركز في حاجة واستبعد حتة ان هي ممكن يكون في عندهم حالة نفسية. مش اجري واقول لا هيتقال عليهم مجانين او اتجننوا، لا، الموضوع مرض وبيتعالج لو تم التعامل معاه بطريقة صح. ده رأيي، وممكن يكون صح وممكن يكون غلط. يعني انا بقول مفيش حاجة اسمها جن وعفاريت هم يعملوا كده. ماشي، انتوا شايفين ايه؟ سمعتوا عن حاجات تقول اني لا فعلا في ممكن حاجات ما ورائيات ممكن فعلا تعمل حوادث مفيش ليها تفسير، مفيش ليها سبب علمي؟ ولا رأيكم من رأيي ان ممكن تكون دي حالات نفسية؟ هستنى رأيكم في الكومنتات، مش عن الحدوتة ولا على اي حاجة، على التابلوهات والديكور الجديد، لحد ما اصلحه بقى ولا اشوف ايه اللي بيوقعه. باي باي.